السلام عليكم. هو من مؤسسي الرابطة الإسلامية الإريترية، يكن له الإريتريون احتراما كبيرا بسبب مواقفه، كما أنه من الزعماء الأوائل لطريقة الميرغنية بإريتريا الحبيبة. إنه السيد محمد أبو بكر الميرغني، الذي ولد في عام 1911 للميلاد بدار والده السيد جعفر الصادق الميرغني بمدينة كرن. احتضن دار السيد محمد أبو بكر الميرغني مؤتمر كرن التاريخي، والذي تم فيه تأسيس حزب الرابطة الإسلامي بعام 1946، وقد صدرت خطابات الدعوة بالمؤتمر مزيلة باسمه، ورشح بعدها كرئيس للرابطة، وبقي في هذا المنصب لأكثر من عام. تعرض للكثير من الانتقاد والهجوم في عام 1948، وذلك لتبنيه الخط الداعم للاتحاد مع أثيوبيا، وانضم لحزب الانضمام. فأصدر المجلس الأعلى للرابطة قراراً بفصله عن رئاسة الرابطة وزعامتها، لكنه لم يمضي كثيراً حتى عاد إلى حضن الوطن وحكم صوت العقل، بعدما اكتشف سوء النوايا لدى المحتل وعدم صدقهم في بناء مؤسسات الدولة. وأصدر في عام 1950 بيان انسحابه من حزب الانضمام ودخوله في معسكر الاستقلال، حيث قدم حينها خدمات جليلة وداعمة لاستقلال بلادنا الحبيبة إريتريا، كما أنه طاف كل القبائل ودعاهم إلى التمسك والتعاون من أجل الاستقلال. لم يعش طويلا بعدها، حيث توفي في عام 1952، وذلك في مدينة أسمرة، حيث كانت جنازته محظورة، فقد شهدها رئيس الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة. ثم نقل جثمانه إلى كرن، وقد أقيمت جنازته مرة أخرى، حيث صلى عليه الآلاف، ورغم أن وصيته كانت أن يدفن في كسلا مع أبيه، لكن كان إصرار أهل كرن بأن يتم دفنه في المدينة التي ترعرع فيها. قد يختلف الناس في مواقفه التي وقفها وتنقلاته في حياته، لكن يتفق الجميع في نفس الوقت على حبه لإريتريا، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح الجنان.